الزول في اللوان مرحبا يسون قلاشانينو اسوقاسا مقاس اسوقاسا مربوح ان شاء الله هذه يعدي فلانا سالفرح يكذل لهنا ان شاء الله ربي. مرحبا بكم البنات، صباح الخير، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير، نقول لكم سنه امازيغيه سعيده ان شاء الله تنعاد علينا وعليكم بالخير والربح والبركه ان شاء الله كاملين. انا كما راكم تشوفوا راح نبارطاجي معكم شويه اجواء على تحضيرات اللي تقدروا ديروهم في سهره يناير ان شاء الله. اخترت لكم كيك ساهل ماهل اللي يجي في المول الاسطوري غير بحاجات بسيطين، وحاولت انه ندير لكم بالمغرف هكا باش كامل راح تقدروا ديروه سورتو لوليداتكم ان شاء الله يدوه معاهم للحفله تاع المدرسه. انا هنا بارطاجيته معكم كليناه وان شاء الله راح نعاودوا لها غدوه ان شاء الله السبت، راح نعاودوا لبنتي باش تديه معاها نهار الحد تحتفل به. يلا نبداو لاغيسات مع بعضنا. اول حاجه نحتاجو 3 حبات تاع البيض. انا هنا خيرت 3 حبات يكونوا شويه كبار كما راكم تشوفوا، راح نفقصوهم كامل. ومن جهه واحده اخرى كنت كما شفتوني وزنت لكم الفارينه ووزنت لكم السكر. الفارينه كنت حصلت على 95 غرام والسكر 85 غرام. هذه هي. هنا اول حاجه نبداو بها درنا 3 حبات تاع البيض، تحبوا تفصلوا البياض على البياض والصفار ومنه كما تحبوا، مي بصح انا هنا ما حبيتش يكونوا فيها تعقيدات ولا راح نديروا لا جينواز ولا راح نديروا كيك بسيط تمتم ديروه برك. هذاك الكيك راح يجي خفيف. هنا درت رشه تاع الملح ضربتهم بالباتور كما شفتوني، قعدت نضرب حتى تحصلت على هذيك الرغوه. كي تشوفوا بدات هذيك الرغوه تروحوا تزيدوا السكر ديالكم. السكر نبداو نزيدوه تدريجيا غير بالعقل كما شفتوه قلت لكم 85 غرام. وبالنسبه لكيلو بالمغرف راح نديروا 4 مغارف يكونوا كبار يكونوا بومبي البنات. ونقعدوا نخلطوا، ما تخلطوش بزاف، تقدروا ما نديروها بالفويه عادي ماشي لازم زعما باتور ولا، لانه مش راح نديروا هذاك كما قلت لكم الجينواز ومنه. هنا عندي محسن للكيك، مي هذا تقدروا تقولوا انه اضافه ماشي لازم تزيدوها، اللي عندها دير اللي ما عندهاش ما كان له يا البنات، لانه هذا شوفوا يمد لكم خفه للكيك ديالكم. مي كيما درت جينواز تما ماشي اوبليجي، يعني تقدروا ما ديروهش. راح نضيفوا عليهم 5 مغارف تاع الزيت، نعاود لكم غير بالعقل 3 حبات تاع البيض، رشه تاع الملح، 4 مغارف كبار تاع السكر، ونضيفوا لهم 5 مغارف تاع الزيت. هذا ما كان نكملوا نضربوهم بالباتور. ومن جهه واحده اخرى تاع النواشف كما شفتوني كنت درت 95 غرام تاع كلش، يعني فارينه والكاكاو. بالنسبه للفارينه راح يكونوا 4 مغارف كما شفتوهم قدامكم، ماشي بومبي وماشي يعني ممسوحين، يكونوا هكا معمرين نوعا ما، ومغرف كبيره تاع الكاكاو. هادو هما. وزدت عليهم تانيك نص باكيت على ليفر شيميك. هنا مع الاول كنت وريت لكم نص مغرفه بصح من بعد زدت هذيك نص مغرفه، تما راح ديروا نص باكيت على ليفر شيميك. تكملوا تضربوا، مش حنقول لكم انه دوروا غير بالعقل ومنا، ما ان شاء الله راح نعاود لكم هذيك الجنواز اللي راكم حابينها، لانه راحت من القناه الاولانيه، راح نعاودها باذن الله بكل الطرق والاسرار النجاح ديالها، لانه ما بقاش ان شاء الله العيد ميلاد بنتي كيما وعدتكم انه راح نبارطاجي معكم باذن الله كامل التحضيرات اللي نديرهم من الأ للزد باش ديروا انيفرسير غير في الدار. ايبا هاد الكيك قلت لكم باش ما يكلفكمش بزاف وما يكونوش فيه تعقيدات، خيرت انه نديروا فيه مول يكون متواجد في كامل البيوت، ومام بمكونات يكونوا بسيطين وسهلين. راح نكتب لكم كامل المقادير في صندوق الوصف. هنا كيما شفتوني بعد ما كملت جبت هذاك المول الاسطوري، درت فرشت بابي كويسون بيان سور، من بعد حطيت، ولازم ديروا بابي كويسون البنات هكا باش يساعدكم. دخلوه يطيب، سخنت الفور ديالي، من بعد شعلته غير من الجهه الثانيه. كي شفتو تنفخ ودخلت البيك هكا لقيته ناشف، خرجته بلا ما شعلت له من الفوق. راح نروحوا للكريمه تاع الحشو اللي راح تجيب بزاف بنينه. نسحقوا فيها كاس تاع بودغ شونتيي، كاس غير ربع تاع الحليب، 2 بايط تاع الجبن هذاك الطازج، وراح نزيدو تاني مغرف كبيره تاع الكاكاو. هذا واش راح نحتاجو في الكريمه ديالنا. راح ندير لكم الحشو تاع الداخل وراح ندير لكم التغليف، يعني هذا راح يكفيكم. هنا زدت عليها هذيك المغرفه تاع الكاكاو، نضربوا هذوما مع الاول، خلطوهم قبل ما تشعلوا الباتور ديالكم باش ما يطرش لكمش الحاله. زدت عليهم 2 علب تاع هذاك الجبن الطازج. البنات راح يمد لهم واحد البنه الكريمه ديالكم تجيكم. جربوها ورجعوا لي بالخبر بلا ما نقول لكم باسكو قدما نشرح لكم واش راح تعرفوا البنه ديالها حتى تذوقوها. فوالا، وهاد النوع انا تاع الكلمات نعتمدوا بزاف في الكيك ديالي. ما نعتمدوا البنات كي ندير تحليات تاع الكؤوس يجي روعه. تقدروا هكذا كيما راهي تزيدوا لها الاوريو،
تجيبوا باكي تاع اوريو وكسروه كامل وزيدوه لداخل وعمروهم في كؤوس وتقدموهم بزاف بنان. واللي تحب شويه سكري سالي تقدر دير حتى الفرماج تاع فرماج هذا كيري تانيك البنات يجي بزاف بنين، هذاك تاع المربعات. ديري غير 2 حبات هنايا. وكما قلت لكم هذاك البيمو تاع الاوريو، بيمو تاع اوريو شابه. عبالكم اني نسجل لكم راهي 12 تاع الليل، قلت ندير لكم لا فوا اوف باش نحطها لكم وهكذا تستفادوا من لا فيديو قبل ما يلحق الوقت. تما نحطها لكم اليوم الجمعه، غدوه ان شاء الله السبت تروحوا تشوفوا لي زانغريديون توجدوها، والحد ان شاء الله يدوها وليداتكم معاهم للمدرسه وتفرحوهم. هاي لك شوفوا لي الكيك تاعي بعد ما طاب، جا بسم الله ما شاء الله راح يتنفخ معاكم، يجي خفيف هشيش كيما راكم تشوفوا، يعني يجي بزاف طري. قسمتها هنايا على 2، تحصلت على هادوما 2 طبقات. راح نعاود نجيب المول ديالي نفرش ساشي كيما شفتوا، جبت ساشي تاع خبز نورمال، حطيت الطبقه الاولى دهنت، قلت لكم دهنتها ما ديروش عليا البنات نورمال نتوما راكم فاهميني، شربتها كامل بهذاك الجو، كان عندي شويه تاع جو شربتها به. اللي تحب طيب سيرو طيب سيرو نورمال. حطيت هذيك لا كريم في الوسط، يعني عمرو ديروا طبقه مليحه باش لي ياكل كريم بالطبع يعني هكا. راح نزيد الحشو، درت شويه تاع الكراميل وحبيبه تاع البنان اللي كنت قطعتها هكذا صغيره صغيره. وراح نزيد شويه تاع لي سيريال اللي كانوا عندي، الكونفليكس فوالا. هنايا تحبوا ديروا هذوك اسمهم نسيت. الفيتيم فوالا، باش تجيكم مقرمشه على الداخل، باسكو تماشى بزاف مع الكراميل والبنان كيما على بالكم. اللي تحب دير شوكولا تارتيني الحشو يولي لكم، لا تحبوا ديروا غير هذيك لا كريم ديروا غير هذيك لا كريم. واللي تحب المكسرات تزيد هنا شويه تاع جوز ولا راح يمشي معاكم بزاف، يمشي مع هاد الحشوات. هنا راح نزيدوا الطبقه الثانيه، شوفوا معايا وشوفوا لي شحال خفيفه هذيك لا جينواز، وما راحش تاخذ لكم كامل الوقت، يعني حتوجدوها تمتم مش حتطول كامل، غير تكملوا ديروها هكذايا، عاودوا شربوا طبقه تانية، غطوها بساشي، خلوها في الفريجيدار ديالكم. مثلا درتوها مع صباح خلوها في الفريجيدار واحد 2 سوايع ولا، وانتوما تحصلتوا عليها. واللي ما راهيش حابه زعما تطول بزاف ما عندهاش وقت، تقدر ديرها في الكونجيلاتور، ديريها في الكونجيلاتور مده نص ساعه وعاودي خرجيها وكملي التغليف ديالك. شوفوا لي هنا بعد ما خرجت كيفاش جات بسم الله ما شاء الله. الطبقه الوسطانيه راهي باينه ومام يعني سهله تخدموها، قلت لكم في وقفه. حكمت لا كريم كامل دهنتها من الجهه الفوقانيه، ليسيوها كيما تحبوا لانه حنا نغلفوها بالشوكولا، ماشي لازم هذيك لا فينيسيون اللي تكون بالطبع. هنا حكمت 100 غرام تاع شوكولا، دوبت عليها 4 كاس تاع الحليب اللي فريمون يكون سخون. اذا شتو الشوكولا تاعكم ما دابتش كي درتوا لها الحليب حطوها في باماغي وخلوها حتى تذوب كامل. زدت لها نص مغرفه كبيره تاع المارغرين، ومن بعد كي تشوفوا كي ديروا المارغرين البنات راح تحسوها ولات كيما لاباط، ما تخافوهاش. تما زيدوا لها هذاك 4 كاس تاع الحليب سخون اللي بقى وحطوها هكذايا في الكيك ديالكم، راح يجيكم واحد الكلاصاج بزاف بنين، يعني غاناج روعه البنات بزاف هايل للتغليف ولا مام هكا كي تزينوا به الكيك ديالكم. ماشي مكلف، ما فيهش لا كريم فريش، ما فيه حتى حاجه. حبيت نجيب لكم حاجه تكون سهله وماشي مكلفه وتقدروا كامل ديروها. تقدروا ديروا هكا خطوط في لي كوتي ولا ديروا كيما انا كي رانا في تام تاع يناير حبيت نجيب هاد الغوبون تاع القبايل وحطيتوه هكا تو طونتور. من بعد نوريكم تزيين كيفاش كملتو. كنت هنا تاني وجدت حبيبات تاع المسمن كي نقولوا يناير، نقولوا لي بلات تراديسيونيل البنات اللي يكون فيهم فيها فولت، يكون فيها ذبح الدور، يكون تاني واش تاني البنات الاسفنج فوالا، يعني الحاجات اللي فريمون يمثلوا الطاوله القبائليه. كثروا منهم، ديروا كامل الحاجات اللي تعرفوهم، ديروا البراج، ديروا كلش البنات. تخدموا غير شويه شويه. انا هنا مازال يعني ما احتفلناش بيناير، حبيت نوجد لكم دافونس هكا باش تقدروا تحضروا نتوما هاد الكيك، او ميم طون حبيت نعيشكم شويه الاجواء باش نحفزكم وتنوضوا كامل تحتفلوا مع وليداتكم. انا ان شاء الله كي ندير الحفله تاع يناير في الليل مع وليداتي راح نبارطاجي معكم كامل، ونزيد نبارطاجي معكم التحضيرات اللي راح
نديرهم باذن الله. هنا هاد الكيك البنات كما قلت لكم تمدوه لوليداتكم يدوه معاهم للمدرسه. الحفله ان شاء الله راح تكون بالحد مع العشيه، يعني تقدروا تلحقوا ديروه، ومام اللي ما عندهاش وليداتها يقراو تقدر تحضروا وتحطوه في الطاوله ديالها، ولا مام تروح تضيف به حاجه شابه وبنين وما عندي ما نقول فيه. هنا وجدت لكم طاوله خفيفه ظريفه كما شفتوا. هذاك السيار اللي كنت خدمته معكم درت فيه الفاكهه، مازال ماشي تراس لبناتي، ما ان شاء الله كي نشري نزيد نبارطاجي معكم كل حاجه. هذا الكاطو كانت بعثوه لي ماما، ربي يخليها لي وربي يحفظها لي ان شاء الله. قالت لي هاكو حبيبه تاع كاطو اللي راح تشربوا بهم لاتاي ديالكم. كانت دارت مقروط بريستيج، دارت الكاطو هذا تاع الجلجلان والبقلاوه، يعني ما شاء الله كاطو تاع العرس. نقولها يسلم يديك، يعني كي دير حاجه ديرها بالطبع وديرها على قانيها، ربي يخليها لي ان شاء الله. انا حطيت لكم ماكا سيرفيس تاع لاتاي باش نوجدوا كل حاجه. ومام هاد الحفله شوفوا البنات درتها باش يكون في علمكم، يعني طيبت لاتاي وسهرت مع وليداتي وشعلت لهم الشموع وقسمت لهم الكيك وكلاو، مي مازال لحنا ومازال تراسكين رميه فوقهم ومنا. قلت خلو ان شاء الله كي يلحق النهار تاع يناير راح نحتفلوا به. وعلى بالكم بلي حنا اليوتيوبرز دائما لازم نسبقوا لكم شويه افكار هكا باش تستفادوا نتوما. تما راح نديروا كل حاجه نديروها على دو فوا، الله غالب ما لازم. هكا كيما سختو انا عودتكم انه نمد لكم افكار، نبارطاجي معكم دائما افكار قبل الموسم، وهذه هي. هنايا هذا واش كنت حضرت. قولوا لي نتوما كيفاه، اسكو تحتفلوا بيناير اسكو لا. دونك على بالي بلي كاين بزاف اللي ما يحتفلوش به، كاين بزاف اللي تقول لك لا ومنا ولا يجوز. نقول لكم البنات نحترموا بعضنا، كل واحد يدير على حسابه على حساب العوايد. دائما نقول لكم انه العوايد ديالنا يكون فيهم النيه الخالصه، ما يكونش فيهم لا شرك بالله ولا اي حاجه اعوذ بالله. يعني دائما احنا العام جديد نخالفوا اليهود، نحتفلوا حنايا بلو دوز وما يحتفلوا لو بخوميي، حنا لو دوز. ان شاء الله العام هذا يدخل علينا بالخير بالربح، سنه 2026 ان شاء الله يتحققوا فيها كل الامنيات اللي راهي متمنيه الدريه صالحه وتمنيه يتعمر حجرها. ونقول لك روحي ربي يعمر حجرك ان شاء الله. واللي متمنيه زوج صالح نقول لك الله يرزقك، واللي متمنيه طفل الله يعطيه لك، واللي متمنيه طفله الله يرزقك بها، واللي حابه تكمل قرايتها وتتحصل على حاجه كبيره ان شاء الله يا ربي، واللي حابه خدمه نقول لك ربي يفتح عليك ان شاء الله. كاملين يا البنات كل وحده عندها دعوه في قلبها ولا امنيه ان شاء الله ما يخلاش 2026 غير وتكون حققتها. وعلى بالي بلي كيكون املكم في الله وتكونوا شادين في ربي، على بالكم بلي ربي سبحانه راح يحقق لنا كامل الامنيات ديالنا. والامنيه ديالك اللي ما تحققتش ولا الدعوه اللي راكي تدعيها وراكي تلحي ليها وما عطاها لكش ربي سبحانه، اعرفي انه فيها خير ليك. لانه الله اذا نحنا حاجه حنا رانا نلحوا فيها، اعرفي انه كانت هذيك الحاجه ماشي مليحه علينا ولا كانت راح تكون بالسوء علينا. سي بور صار ربي سبحانه بعدها علينا. هذا ما كان. دائما نقولوا ان شاء الله الحاجه اللي يكون فيها الخير ربي يقربها، والحاجه اللي فيها شر ربي بعدها علينا وعليكم ان شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا ما نقدرش كيفاش ما نقطعش معكم ولا نقسم معكم الكيك. هنا شوفوا جست قسمته بدات تخرج هذيك الكراميل لانه عمرتها بالكراميل، وقلت لكم خدمته جوغ تمتم ما خليتوش يطول في الفريجيدار ولا يشد روحه باش نبارطاجيه معاكم. هاي لك يجي مشمخ يجي طري، شوفوا لي الداخل كيفاش جات الحشو معسل الله. وهاي لك قدامكم. نتمنى كامل جربوه وتبعتوا لي في الانستغرام البنات، انا مخليت لكم الاسم تاع الانستغرام هنايا كما راكم تشوفوا اسفل الفيديو، وراح نخلي لكم تاني الرابط في صندوق الوصف مع المقادير تاع الكيك ديالنا. واي وحده تجربوا ولا تخدم يعني اللي خدمتوا هذوك السيار ما شاء الله عليكم، بعتوا لي كامل في الانستغرام باش نشوف الاحتفالات ديالكم وتانيك نبارطاجيهم ان شاء الله في القناه. ما تنساوناش البنات ياك دائما نقولها لكم. هذه هي طاوله البسيطه، وقلت لكم ان شاء الله الطاوله الكبيره تاع يناير راح نبارطاجيها معكم اللي نوجد فيها الخفاف ونوجد فيها ان شاء الله سكسو سبعي سوفير، يعني راح تلقاوها كامل. هنا كنت درت لهم رشته تانيت وحبيت نزينها هكا خفيف ظريف ونديرها بلمسه قبائليه. هنا وصلنا لافين د لا فيديو، ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير. كيما راكم تشوفوا في صوتي بدا يروح سي بون بديت ننعس. ديجا كنت نسجل معكم من 12 راهي 12 وربع. هنا وصلنا لافين د لا فيديو، نقول لكم البنات بقاو على خير، تهلاو في روحتكم، استنوني في فيديوهات اخرى وصفات اخرى روتينات جديد، ومع السلامه اي ا لا بروشين.